دي اسهل طريقة ان انت تعملي بيها فراخ، وخصوصا لو عندك 3 صدور من الفراخ زي كده. عملتها بطريقة كويسة جدا، كنت عايزة اعمل حاجة سريعة وخفيفة وكمان تتاكل جنب رز، فعملت الطريقة دي طعمها خطير. وقدمتها مع رز بسمتي، طبعا ممكن مع رز عادي جدا، بس طعمها حلو جدا والصوص اللي كان نازل منها خطير. بصوا، جوسي جدا وحلوه. يلا بينا. انا جبت، كان عندي 3 قطع من صدور الفراخ مخليين طبعا. ابتديت ان انا اعمل فيهم التشريحات بالشكل ده. تمام. هقطع كله بنفس الطريقه دي. كان عندي 3، طبعا لو انت عندك اكتر من كده طبعا عادي جدا. هنشيل الجزء ده عشان نعمل منه بعد كده وصفة تانية، مثلا فراخ ستريبس او اي شيء. بعد ما بخلصتها بالشكل ده ببتدي ان انا ابهرها: ملح وفلفل اسود، بهارات مشكلة وبابريكا، ورشة بسيطة خالص من القرفة. وهنبتدي نوزع كل البهارات من الناحيتين. بعد ما بنخلص البهارات بالشكل ده نبتدي نعمل زي مساج كده لقطعة الصدور. تمام. الناحية التانية هنحط نفس البهارات ونعمل نفس المساج. بعدين هنجيب دقيق بالشكل ده ونبتدي نبهر قطعة الفراخ بتاعتي بالشكل ده. نبهرها كويس جدا، لان الدقيق ده هو اللي هيعمل لك قوام حلو كده للصوص. تمام. بعدين ببتدي بقى دلوقتي اعمل ايه؟ بجيب ووك واحط فيه قطعة كبيرة من الزبدة وشوية من الزيت، يسخنوا كويس. هبتدي انزل الصدور عندي تتشوح، ولما تتشوح وتاخد معايا اللون البني الغامق يبقى كده خلاص تمام. هبتدي اقلبها على كل الاتجاهات. بصوا، حلوة جدا. بعدين هبتدي احط معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من الصويا صوص، معلقة كبيرة من العسل. ما تقلقيش بتقولي العسل هيخليها مسكرة خالص، ده هيديلها طعم حلو جدا. هنا انا بحب المشروم جدا، اختياري الخطوة دي. حابة تحطي المشروم تمام، مش حابة ومش موجود عندك تشيليه خالص من الوصفة. وزودت رشة من الملح والفلفل الاسود. هنا بقى هتعملي ايه؟ هنا هتحطي بقى شويه من الميه المغليه، تقريبا ربع كوبايه، وهتبتدي بقى تسيبي الوك بالشكل ده الفراخ تكمل تسويه. وطول ما هي بتكمل تسويه تعملي الحركه دي علشان الصوص ده تحطيه وينزل كده ويبقى جوسي ويسوي الفراخ بسرعه. هنا قدمتها وكانت خطيره، وكمان قدمتها مع الرز البسمتي. جربيها بالهنا والشفا.